أنا نتواجد بيناتكم اليوم. هذا شرف كبير ليا كمناظرة فنية أنني نكون ما بين الشباب المناضل سواء الأطر العليا أو حامل الشهادات حامل الماستر والإجازة الذين يخوضون معركة بطولية. ولا بد في البداية أن أعبر عن تضامني الصارخ والواضح والعميق مع كل الحركات الاجتماعية المناضلة، وأريد أيضا أن أعبر عن تضامني مع المعتقلين من حاملي الإجازة والماستر المتواجدين في هذه اللحظة لدى البوليس تعسفا وفي محاولة لتكسير نضالهم البطولي. دانيال اطلقتوه والأستاذ اعتقلتوه. دانيال اطلقتوه والأستاذ اعتقلتوه. أحيي أيضا 25 من المتابعين من ضمن الأساتذة حاملي الإجازة والماستر الذين سبق اعتقالهم والتنكيل بهم ومتابعتهم أيضا تعسفا. أعبر عن تضامن أيضا مع نضال كل الأطر العليا الحاضرة هنا والتي لا تتوقف عن نضال مرير وطويل ولم يكن أيضا في معزل عن الضرب والتنكيل والاعتقال والمحاكمات. إنني اليوم أعبر عن تضامني معكم لأن هذا الشباب من المفروض أن يكون اليوم يبني الاقتصاد الوطني، يساهم في بناء التنمية للبلاد، يساهم في أن تتقدم بلادنا وتزدهر. هذا هو مكان الشباب. لكن الاستحواذ على ثروات هذه البلاد والاستحواذ على كل المناطق التي لها دور في التنمية، هذه الفئات التي تستحوذ على الثروات هي التي تعرقل التنمية. وبسبب هذا التسلط وبسبب التحكم وبسبب هذا الاستبداد والفساد المتواجد في بلادنا، بسبب هذا كله نجد اليوم خيرة شبابنا، خيرة أطر هذا الوطن يضطرون للمسيرات لخوض المسيرات والإضرابات والاعتصامات من أجل حق مشروع، حق أولي، حق إنساني، حق لا يمكن أن تكون هناك كرامة بدونه، إنه الحق في الشغل. فتحية لكل الشباب المناضل. واليوم أيضا لا بد أن أذكر بأن هذه الجائزة التي نلتها وهي بفضل نضال كل المناضلين والمناضلات في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. هذا الإطار المناضل الذي كان ضحية ظلم كبير وتعسفات كثيرة، ومناضلوه ومناضلته أيضا عرفوا السجون، ومنهم من الآن في السجن أيضا. وفي مقدمتهم بالبار فؤاد الذي اعتقل قبل أيام في تفلت وهو لا زال معتقلا يحاكم. فبهذه المناسبة سبق لي وأهديت هذه الجائزة لكل المعتقلين السياسيين ببلادنا، وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير. وهذه مناسبة أيضا قضية باقية معتقل والشهيد حرب التحرير الشرعية والتحقيق السياسي. قضية باقية معتقل والشهيد حرب التحرير الشرعية. ولا بد إذا في هذه المناسبة أن أطالب كحقوقية وكمناضلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب كل المناضلين والمناضلات وكل مكونات الحركة الحقوقية أن أطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا ودون قيد أو شرط، وفي مقدمتهم شباب حركة 20 فبراير. ولا بد أيضا بهذه المناسبة أن أحييكم بحضوركم في هذه الساحة، هذه الساحة التي تشهد على يوم تاريخي في بلادنا، هذه الساحة التي عرفت انطلاق أول مسيرة لحركة 20 فبراير، مسيرة المطالبة بالكرامة، المطالبة بالعدالة الاجتماعية، المطالبة بالحرية والمطالبة بالمساواة أيضا. فشعار الحركة هو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة. المساواة ليست فقط بين النساء والرجال، ولكن أيضا المساواة بين جميع المواطنين. فمأساة الشباب اليوم ومأساتنا جميعا في هذا البلد هو غياب تلك المساواة أمام القانون، غياب المساواة في الحظوظ وفي الفرص والتسلط والتحكم. إذا لا يجب أن ننسى أبدا أن شعارنا هو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية. وأيضا عدالة اجتماعية والمساواة الكرامة، عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية، حرية كرامة عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية.
أعتبرها أمل هذا الشعب المغربي في إسقاط الفساد والاستبداد، لأن كل مآسي هذا الشعب، كل ما نعيشه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كل ما نعيشه من فقر ومن تهميش ومن إقصاء ومن اعتقالات ومن انتهاك للحريات ومن ضرب لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن إفلاس للتعليم ومن إفلاس لكل مجالات الاجتماعية، كل هذا سببه واحد، هو الاستبداد الطاغي على بلادنا. فنضالنا من أجل الشغل، نضالنا من أجل الحقوق، نضالنا من أجل الصحة، نضالنا في كل المجالات يجب أن ينصب كله في نضال من أجل إسقاط الاستبداد وإسقاط الفساد في هذا البلد. فمآسينا كلها سببها وغياب الديمقراطية والطغيان السائد علينا وغياب حقوق الإنسان في كل المجالات. فمعركتنا معركة واحدة، معركة العمال ومعركة الطلبة ومعركة المعطلين ومعركة فئات مهمشة في كل مناطق البلاد التي تنتفض في كل منطقة. نسمع بانتفاضات، بمسيرات، باحتجاجات من أجل الكرامة، ضد الفساد ومن أجل حقوق الإنسان في شموليتها. فمعركتنا كلنا واحدة، معركة كما قلت من أجل الديمقراطية وضد الفساد. فلنكن مجتمعين متضامنين ونؤكد ونتضامن ونعزز صفوف النضال من أجل الديمقراطية الذي كرسته حركة 20 فبراير، والتي خلقت جوا سياسيا جديدا مكنتنا من رفع رأسنا ومن أجل المطالبة بحقوقنا بمطالب جريئة، بالدستور الديمقراطي، باستقلال القضاء، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بالشغل للمعطلين، وبتصميم اللغة الأمازيغية، وبالعديد من المطالب التي تنصب كلها في بناء الديمقراطية وبناء دولة وطن حر، وطن تحترم فيه الحقوق وتحترم فيه كافة الحريات. فتحية لكم جميعا، وأشكركم على هذه الفرصة الجميلة التي أتحتموها لي لأتحدث إليكم ولأعبر لكم عن مختلف مطالب الحركة الحقوقية. وأذكر بهذه المناسبة أنه مؤخرا يوم 12 ديسمبر تم الإعلان من طرف 23 هيئة حقوقية على الميثاق الوطني لحقوق الإنسان. وهذا الميثاق الوطني لحقوق الإنسان أول ما فيه من بين المطالب ومن القضايا التي ستناضل من أجل الحركة الحقوقية هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، كما يتضمن عدة مطالب وعدة حقوق، تهم الشباب، تهم المعطلين، تهم التعليم، تهم الصحة، تهم الحريات وحقوق الإنسان. فهذا الميثاق هو آلية مشتركة بين مكونات الحركة الحقوقية من أجل النضال المشترك، فهو وثيقة نعتز بها الآن